لما نجي نتكلم عن التراث السوداني الحقيقي اللي بيعيش وسط الناس وما موثق بالقدر الكافي، حتظهر لنا واحدة من أهم الحاجات دي هي إيقاع الدنجر. لأنه الدنجر ما مجرد نوع ولا آلة إيقاع، لكن حالة اجتماعية كاملة فيها تاريخ وعادات وطقوس وذاكرة جماعية وقدرة غريبة على تحويل أدوات بسيطة من الحياة اليومية لفن كامل عنده قوانين وروحه الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حسن أسامة حسن، ده برنامج النفاج نافذ للتراث والثقافة والتاريخ السوداني. الدنجل من الإيقاعات الشعبية القديمة المرتبطة بالسودان، خاصة غرب السودان، لكن أثره ما وقف هناك، لأنه مع الزمن اتحرك وتنقل وتغير ودخل مناطق مختلفة، بقوا جزء من المشهد الثقافي السوداني بصورة أو بأخرى. وفي روايات كثيرة عن أصله، ده طبيعي لأنه الفنون الشعبية غالبا بتعيش فترة طويلة قبل ما الناس تبدأ توثقها كتابة. في رواية مشهورة بتقول إنه أحد سلاطين دارفور لدغته حية، وزمان كان الاعتقاد إنه زول المبلوغ ما يخلوه ينوم عشان السم ما ينتشر في الجسم، فاجتمع حول السلطان ناصر القصر وبدأ يضربوا النحاس السلطاني ويستعملوا كؤوس القرع فوق الموية وأواني البيت ويطلعوا صوت مستمر وقوي. بحسب الرواية السلطان تعافى، وبعدها أمر بصناعة أدوات مخصوصة للإيقاع واستعمالها في المناسبات. ومن هناك ارتبط الدنجر بمعاني السلطنة والعظمة والهيبة والاحتفال. برضه في باحثين رجعوا أصل الدنجر لغرب السودان بصورة أوسع، وقالوا إن الإيقاع ده ممكن يكون يتأثر بحركة الناس والتبادل الثقافي القديم مع مناطق غرب أفريقيا، خاصة إنه في تشابه واضح في الإيقاعات وبعض الآلات المستعملة في مناطق زي برنو وساحل أفريقيا الغربية. وفي ناس لاحظوا إنه نفس فكرة استخدام القرع والموية والإيقاع الجماعي موجودة في ثقافات أفريقية مختلفة، لكن كل مجتمع أداها طابعه الخاص. حتى اسم الدنجر ذاته عنده أكثر من تفسير. في العامية السودانية الدنجر هو المكان اللي بتفيض وتحضن فيه الدجاجة. في ناس بيربطوا الاسم بالصوت اللي بيطلع من الآلة نفسها دينجر، يعني الاسم ما جاي من معنى اللغوي ساكت، لكن من الإحساس السمعي ذاته. وبرغم شهرة اسم الدنجر، الأسماء بتتغير حسب المنطقة. مثلا عند المساليد اسمه التنبلة، وعند بعض القبائل عندهم أسماء مختلفة. وفي البيئات الصوفية كلمة الدنجر ممكن تشير للضرب على النوبة قبل حلقات الذكر. في الشمال بنلقى النقالة مرتبطة بالمناحات والندب والحزن. الأدوات الأساسية المستخدمة في إيقاع الدنجر ما جاية من ورش موسيقية ولا مصانع، لكن من المطبخ والبيئة السودانية البسيطة. في كاسة القرع المر أو البخص بأحجام مختلفة، وفي الطشت المليان موية، وفي الفندق الخشبي المستخدم أصلا في الطحن، وفي الجفنة ومعاها الدلوك والشتم. الأدوات دي لما تتجمع بطريقة معينة تتخطى فوق الموية وتبدأ الضربات المختلفة عليها، بيطلع صوت مركب من الداخل، مرات بيكون مكتوم مرات بيكون قوي، لكن دائما عنده إحساس بالحركة والحماس. من الحياة المهمة إنه الدنجر تقليديا فن نسائي بصورة كبيرة. النساء ما مجرد مشاركات، هن أساس العرض كله. الحكامة أو الشيخة هي القائدة، وهي اللي بتختار الإيقاع وتبدأ الغنى وتقود المجموعة. حولها بيكون كورس من النسوان، وكل مجموعة عندها دور، مجموعة بتغني والتانية بترد، وده بيخلق شكل من الحوار الموسيقي اللي بيدي الدنجر إحساس جماعي. والعازفات بيكونوا قاعدات بطريقة مرتبة قدام الأدوات، وكل واحدة عندها زمنها وإيقاعها. أما مناسبات الدنجر فواسعة شديد، أشهر ظهور له في الأعراس، خاصة في دق الريحة وتجهيز العروس والعريس والقدوم والحنة ودق العطور ودق الزرع. في المناسبة ما بكون الموضوع مجرد غنى، المكان بيتجهز، البروج بيتفرش والبخور بيتبخر،
والزغاريد بتعلى والنسوان مجتمعا. أحيانا بيبدأ الإيقاع تقيل وهادي وبعدها بيزيد تدريجيا لحد ما الناس تدخل في جو الفرح بصورة كاملة. الغنى المصاحب للدنجر عنده خصائصه، الأغاني غالبا بتكون قصيرة في الكلمات لكنها غنية بالمعاني، وفيها مدح وفخر وتشجيع ووصف للعريس أو الفرسان أو أهل الكرم. كثير منها قائم على التكرار عشان يثبت الإيقاع ويخلي المشاركة الجماعية أسهل. في العادة الأغاني القديمة مرتبطة بالدنجل فيها غالب مجد العريس ومكانته تصف الكرم والجاه، وفي غالب نقلت من بيئاتها الأصلية وانتشرت زي ورد اللبن أبو ليبي اللي بتعبر عن بيت متضايقة من تأخير زواجها، بتتكلم بصوتها عن الانتظار والضغط الاجتماعي. لكن بعد انتقال لمناطق تانية بدل الكلمات وبقت أقرب لوجدان الناس الوسط والشمال. وده مثال واضح على كيف الأغنية الشعبية السودانية ما ثابتة، بتسافر وتتغير لكنها بتحتفظ بروحها. برضه فيها أغاني دينجل توسعت في درمان وتغنت بأشكال جديدة ودخلت عليها تأثيرات من أغاني الوسط والرقيص العروس والدلوقة، لكن بقى الإيقاع الأساسي موجود. وفي حفلات الخرطوم الحديثة ممكن تلقى الدنجر داخل البيت في الحنة والقدومة، لكن مع آلات إضافية وأسلوب مختلف شوية عن الأصل الدارفوري. والجانب المثير إنه الدنجر ما كان في الفرح فقط، في مناطق من الشمال بقى مرتبط بالمناحات والند على الشخصيات الكبيرة، في مناطق تانية دخل في طقوس الكسوف والخصوف، في أماكن كان مرتبط بالسلطة والهيبة وإعلان الأحداث المهمة في المكان. في النهاية الدنجل ما مجرد إيقاع شعبي قديم، لكن سجل حي بيحكي عن حركة الناس بين الأقاليم، وعن دور المرأة في صناعة الفن، وعن قدرة المجتمع السوداني إنه يحول أبسط الأشياء لصوت وهوية واحتفال. والشيء المهم إنه النوع ده من التراث ما ينفع يتشاف كونه ساكت، لأنه في داخله تاريخ وعلاقات اجتماعية وذاكرة كاملة محتاج توثق وتحافظ عليها الأجيال الجاية. دي كانت حلقتنا اليوم من برنامج النفاية، أتمنى تكون نالت إعجابكم. ولو عجبك الفيديو يا ريت يا ريت يا ريت تتابعينا وتعمل مشاركة للفيديو لكل الناس، وتابعونا في كل منصات التواصل الاجتماعي. ودمتم في أمان الله.